فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم إنا نسألك اللطف في عبادك إن شاء الله، وفينا إن شاء الله يا أرحم الراحمين. يا إخواني، لا شك أن الجميع يعلم أن الجراد وهذه الحيوانات الصغيرة والكبيرة هي من جنود الله سبحانه وتعالى، وإن بطش ربك لشديد. هذا يدل على أن هذا إنذار من عند الله عز وجل للسعودية، لأن أول مرة في تاريخ تهاجم ملايين الصراصير بيت الكعبة، لأن هذه لم تسبق أن صارت في حياة الأمة الإسلامية منذ فجر التاريخ. وهذا يدل على أن الفساد الذي يعم في المملكة السعودية والسعوديين الذين يفسدون في الدول في الخارج، في أوروبا، في تايلاند، في بعض الدول العربية، الذين يخسرون وينفقون المال من أجل أشياء تافهة. وفي دول عربية أخرى ناس تموت من الفقر والجوع والتهميش بدل أن يبنوا مستشفيات إلى آخره. نلاحظ هذه الفاجعة. انظروا إلى الصور، الجراد هنا يعم في كل أرجاء الكعبة، أكثر من 200 عامل، كل عاملين النظافة وكل عاملين الذين مكلفين في هذا الاختصاص سيطروا على الوضع. لكن يا إخوان، هذا إنذار من الله سبحانه وتعالى. يجب على الإنسان السعودي أن يراجع نفسه، لأن انظروا ماذا حدث في السعودية. لم يكن يوما، هذا ليس عبث. انظروا كم من الصراصير، ملايين الصراصير. وللكعبة رب يحميها صح، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى اللطف فينا يا إخوان. وسأبشركم إن شاء الله بالجديد في الساعات المقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن عجبك الفيديو، ووضعوا سبسكرايب واضغطوا على الجرس كي يصلكم الجديد إن شاء الله.